مشروع تم الانطلاق فيه بكفاءات جزائرية. النموذج الذي هو أمام ولاد ام حسن عرفوا يركبوا العربيات، ما شاء الله ما شاء الله. ولاد ام حسن واخواتها بقوا عارفين يصنعوا العربيات. ازاي الكلام دوت؟ هقول لك. كلنا شفنا الفيديو اللي احنا لسه عارضينه دلوقتي، ان الجزائر بتدي الضوء الاخضر في صناعه اول سياره كهربائيه جزائريه كامله متكامله بدون اي قطعه خارجيه. ماشي، جبتوها ازاي ومين معاه براءة الاختراع؟ وليه وزير التعليم هو من اعطى الانطلاقة وليس وزير الصناعة؟ مبدئيا كده عايزك تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وفرحني بالله عليك باللايك المتين للفيديو وسبسكرايب للقناه وشير الفيديو فضلا ليس امرا. في البدايه هو نموذج مسروق من طالب مصري في جامعه القاهره، كان معاه براءه اختراع نموذج صغير لسياره كهربائيه. هل معنى كده ان احنا اخترعناها؟ لا. هل معنى ان الجزائر هتعرف تخترعها؟ برضه لا. زي ما شفنا قبل كده ايام زمان، يعني من 5-6 سنين، اول سياره تسلا كانت طبعا في المؤتمر كانت متواجده، وخدوا عليها دعم كبير وانفاق كبير جدا جدا من جميع دول العالم، والعربيه ما كانتش مشيت. هو نفس اللي حصل في الجزائر. السياره او الهيكل اللي احنا شفناه اللي عامل شبه التوك توك عندنا في مصر دوت واقفه، مفيش دواره، مفيش تشغيل، مفيش اي حاجه ميكانيكيه شغاله فيها، مفيش اي حاجه خالص كهربائيه حتى شغاله فيها غير البطاريه. والبطاريه قادرين ان هم يجيبوا اي حاجه من بره ويحطوها بشكل اللي هي بتنور. يعني انا ما شفتش لمبه حتى بتنور ولا اشاره ولا الكلام دوت، بس عايزين يطلعوا يقول لك احنا نقدر زي المغرب. طبعا كلنا عارفين ان المملكه المغربيه ما شاء الله ما شاء الله لها اكبر مصنع تصنيع سيارات في افريقيا ما شاء الله، وباعداد مهوله. وزي ما شفنا النهارده برضو المغرب الحمد لله قدرت تصنع اول سياره حربيه مصفحه تحت اسم الاسد الافريقي ما شاء الله. يعني المغرب دايما بتتفوق يعني بمراحل كبيره، والجزائريين لسه بيحاولوا يلموا الفتافيت من المغرب علشان يقول لك احنا زيهم. انتوا ازاي زيهم؟ انت ابن ام حسين وهم اولاد الملوك. مش هنتقارن الشمال باليمين، مستحيله تحصل ديت. بزائد يا اخي زي ما احنا شايفين ان المغرب ما شاء الله صناعيا ورياضيا عماله تتقدم بدون كلام كتير، وعماله بالفعل كله بارض الواقع. يعني تتكلم كده في اي مستثمر مين افضل بلد نعمل فيها مصنع، يقول لك طبعا المملكه المغربيه بتوفر جميع الخدمات المتوفره لكل المستثمرين، من ايادي عامله لتسهيل ضرائب لتسهيل امكانيات استيراد قطع صغيره عشان تبدا التصنيع يبدا يشتغل في المملكه المغربيه. انما عندك انت العكس، انت عندك المستثمر بيجي لك علشان يحاول يخش يبني مصنع، تقول له هات شغالين على التقليب وبس. الطالب المصري قدم بالفعل بلاغ ضد وزير التربيه في الجزائر طبعا عندنا لوزاره الصناعه ان النموذج بتاعه اتسرق يعني بطريقه محدش يعرفها ازاي. هو ليه زمايل عندنا هنا في جامعه القاهره يعني تقريبا كانوا شغالين على المشروع دوت. واحد لها كده والله اعلم ان اشخاص الجزائريين اللي كانوا متواجدين في جامعه القاهره لما رجعوا الجزائر قدموا المشروع باسمهم هم. خدت المشروع من الطالب وعملته باسم وزاره التربيه. يعني كله بيسرق في بعضه. فدوت يعني احنا بنناشد الناس اللي بتتفرج علينا بالله عليك شير الفيديو دوت علشان حق الطالب المصري دوت يرجع. احبائي الكرام الفيديو خلص، حط لايك واشترك في القناه وشير الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.